براند عمل ملايين في الشهر بسبب انه لقى حاجة عادية وهو خلاها حاجة مش عادية بطريقة سيمبل جدا، واستخدم ماركتنج استراتيجي انت او انتي تقدري ان انتي تعمليها بكل سهولة. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكون بلاكر. طبعا انا جزء من يومي الصبح ببتدي ان انا اشوف كومبيتيتورز، وابتدي اشوف بقى يعني ابتدي ان انا ادعبس بقى، ابتدي بقى ايه ريسيرش. فلقيت براند يعني من غير ما اختصر كتير بيبيع سجاجيد. سيف يعني احنا هنبيع سجاجيد؟ نبيع سجاجيد ليه لا؟ طيب هو جه اتكلم ان ايه اكتر حاجه او ايه اكتر حاجز هيخليني انا ما اخشش المجال ده، هو الايه؟ الغسل. فهو بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على براند اسمه راجابل. راجابل هي براند بتعمل سجاجيد بس قابله للغسل، انك تحطها في الواشنج ماشين وتغسلها. مش عايز اضيع وقت كتير، تعالوا نروح للويب سايت ونروح للبرزنتيشن اختصر لك فيها زي ما بنقول كده الليله كلها. يلا بينا. ده الويب سايت. اول حاجه خلينا نشوف كده السيميلر ويب ده اكستنشن بيجيله 5.2 مليون فيزيتورز بير مانث في الشهر الواحد. يعني لما نيجي نطبق ال1 دولار رول تعرف ان هو بيعمل 5.2 مليون دولار في الشهر الواحد. طيب يلا بينا، خلينا كده نشوف. اول حاجه من ملاحظتي في الويب سايت انه مفيش جرافيكس كتير. يعني ايه جرافيكس؟ يعني مثلا الويب سايت كله مش ماشي بالشكل ده. لو مشي كله بالشكل ده تعرف ان هو قالب كرتون. طيب يبقى اول حاجه انا لاحظتها ان هو صور واقعيه. وكمان هنا كوزي اب تو واشبل. بصوا واشبل راجز، يبقى هو ركز على بوينت هو محور البراند كله وهو الواشبل راجز. ان انا ايه ده؟ مش راجز عاديه. فبالتالي اول لما يخش ده واشبل راجز، طب خليني انا اعرف. فانت تعرف ان هو ايه؟ خد الاتنشن او فهم الزبون الجديد ان هو بيعمل حاجه جديده مش حاجه تقليديه، فبالتالي يقعدك شويه في الويب سايت. يلا بينا. طيب هنا عمل سكشن قوي جدا وهو ايه؟ الهاو ات وركس. ماشين واشبل، نون سليب، انترتشينجبل، ستين ريزيستنت. يعني كل حاجه وشارح كل حاجه بالفيديو. طبعا يا جماعه الكونتنت ده متكلف كتير، ده مش متكلف حاجه صغيره، بس انت بتتكلم في حاجه بتعمل 1.2 مليون، فهو بينفست في الايه؟ في الستور ده. طيب كاتيجوريز كتيره قوي ليها علاقه بدماغ الناس. يعني الناس اللي مش فاهمه في يعني ايه، انا كراجل مثلا، انا كسيف ماليش انا في افهم ايه نوع السجاد ده ولا ايه. هو فهمك هنا مع الصور حيه. يعني دور ميتس، الفوكس، الاوت دور راجز، البلاش راجز، الريجوت راجز، الحاجات يعني ايه. يبقى انا هو اداني اديوكيشن. يبقى اول حاجه قبل لما تبيع you must educate، you must communicate. يعني ايه الكلام ده بالعربي يا سيف؟ عشان في ناس بتتضايق بالانجليزي والكلام ده كله. ما احنا الويب سايت بالانجليزي يا جماعه مش بالعربي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هو بيوعيك الاول قبل ما ايه تشتري. هو حتى لو انت ما اشتريش هو وعاك كويس، فانت تفضل انت في دماغه. فاكرين الحلقه اللي فاتت او حلقه في اليوتيوب كلمنا ايه السر ان هو اللي بيعمل هو عمل بروباجندا للواشبل راجز. علمك يعني ايه واشبل راجز. يعني انا بالنسبه لي اي حد يجي يقول لي انا اعرف براند اسمها راجبل، حتى لو انا ما اشتريتش، انا بالنسبه لي هي في دماغي، فبالتالي هي معلمه. ممكن اقول لواحد صاحبي يروح يشتري حاجه، يعني البراند يبتدي صيت ويكبر ان هو واشبل، وهي ايه؟ ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه. هي ممكن تكون اي سجاده واشبل. يعني ايه واشبل؟ يعني قابله للغسل، بس هو عمل لها صيتها ان هو ايه؟ ان هو علمنا. يلا بينا. طيب ويب سايت سيمبل. تعالوا نروح للبرزنتيشن كده ونفهم ايه هي التحليل اللي انا عملته للايه؟ الويب سايت.
وقبل لما نروح خلينا نروح للسوشيال ميديا ونشوفها. عندنا 1.1 مليون. طبعا ما تلاقيش هنا بقى باي ناو مش عارف ايه جيت يور مش عارف، لا هو كوت وافيلبل ان كونتريز مش عارف، بس خلصت. الموضوع مش كبير. تعالوا كده نشوف مثلا البوست اللي هم نزلوه. مين الاستاذه دي؟ واحده انا مارجريت. انا مارجريت اتس مايكرو انفلونسرز. يبقى الماركتنج استراتيجي اللي هو بيستخدمها كتير هي المايكرو انفلونسرز ثم الفيسبوك ادز. طب تعالوا نشوف الفيسبوك ادز. احنا ممكن نخش هنا، نخش على فيسبوك، هنا هنعمل all ونختار هنا all وكده نختار راجابل. تعالوا كده نشوف 1400 ادفرتايزنج، صور حيه كتير قوي، مفيش جرافيكس كتير قوي. بصوا يا جماعه سيمبل جدا، 9 ثواني. And I know a lot of people have questions about the 2 different rug pads that they have. So here in my dining space I have the classic rug. في الادفرتايزنج الكلام بيطلع مع الانفلونسر، بيستخدموا مايكرو انفلونسر يعملوا بيها فيسبوك ادز. تالت حاجه انجويبل. يعني ايه انجويبل؟ سهله ومش طويله. فبالتالي ده كان تحليلي للماركتنج بتاعهم. هم شغالين بالتو استراتيجي دول، وكمان ممكن يكونوا شغالين بالجوجل ادفرتايزنج، بس تو مين. وفي السوشيال ميديا بيعتمدوا على المايكرو انفلونسرز. تعالوا بقى كده نروح نشوف تحليل من الاول والسامري ونتعمق اكتر. انا اديلكم الاختصار الاول، تعالوا بقى نتعمق في البرزنتيشن حلوه كده ونشوف ايه عيوب الويب سايت ده وايه مميزاته، وكمان ايه الحاجه اللي انت ممكن عشان تخش هتواجهك وازاي تحلها. يلا بينا. هنا برزنتيشن بقى عن راجابل زي ما قلنا. اول حاجه نيو تايب اوف نيتش. هم تخصصوا مش في الهوم ديكور، هم تخصصوا في السجاجيد. احنا بتوع سجاجيد بس. اول حاجه ان هي ايه البوينتس بتاعتها؟ لايت ويت اند فيت ان ذا واشنج ماشين، وكمان دي اللي هم essential to the house. يعني الموضوع مفيش بيت من غير سجاده. وكمان ان هي ووتر ريزيستنت، ما بتمتص اي سوائل. فبالتالي لعبوا على حاجه بعد كده البات مسز، يعني لو الحيوان عمل حاجه على السجاده او حاجه او اي شيء، يعني كان بطنه كانت وجعاه شويه، فابتديت بقى ان هو ايه يسيل الدنيا وبتاع. فمعلش انا يعني ايه، بس ده واقعي، يعني الناس اللي بتربي حيوانات هتفهمني. فبالتالي لا، هم لعبوا على دي اكتر بكتير. حلو قوي. great for anti-slip capabilities. يعني ايه؟ ما ينفعش انه تتزحلق حاجه من عليها، او لا السجاده ما بتتحركش. فهم جابوا كل حاجه بتواجه مشاكل الناس اللي بتوع الامهات اللي بتبقى قاعده في البيت وحلوها. وابديتبل. يعني ايه ابديتبل؟ انك كل شويه تقدر تشيلها بسهوله وتغيرها بسهوله. يعني انا عن نفسي في بيتي لما اشيل السجاجيد ده بيبقى محتاج يوم، لا ده حاجه سهله جدا. وفي ستايلز كتيره، في دنيا كتيره قدامك، مش زي ما انت شايف في ايه. لان نوعيه، افهم بقى معايا دي، نوعيه الزبون الست اللي بتهتم بالهوم دي واحده قد تكون عندها سنس شويه، واحده ذويقه. انا مثلا كسيف لو جيت سألتني انت جبت مثلا السجاده اللي انت شايفها قدامك دي، اي سجاده وخلاص. لكن لو انا بقى عايز اهتم لا ساعتها هنا اقدر ان انا اعرض كاتيجوريز، لان اللي هيخش عندي واللي هيخش الترافيك اللي عندي هو واحد ذويق، فبالتالي اعرض له حاجات تليق بذوقه. فانا بالتالي متوفر في كل الكوكب، فلازم اعرض اذواق كتير. لكن انا لو مثلا ببيع حاجه مثلا للصيد للعجل لكذا، لا دي حاجات فرديه، ما ينفعش يكون في حاجات كتير، لان اللي بيخش هو واحد عايز حاجه تقضي الغرض وخلاص شكرا. فبالتالي افهم انت عقليه الزبون بتاعك. انا بالنسبه لي هنا بستهدف مين؟ ستات البيت. ستات البيت واحده قاعده ذوق، فبالتالي هتخش عندي وتبقى متحمسه، هتبقى اكيد عايزه تشوف كاتيجوريز كتير وعايزه تشوف حاجات كتير. وكمان هنا في ميك يور اون ستايل، يعني انت عايز تعرفي اكتر. نفس الموضوع هنا لما كنا في الكورس في الجولريز، اللي بيجيب جولريز ده عايز يجيب حاجه على اسمه، عايز يجيب حاجه على برجه، حاجه ايه كتير. لكن في نيتشز لا، هو يا ابيض يا اسود، يا يمين يا شمال،
مفيش حاجات كتير، مفيش فوق وتحت وشمال شرقي وشمال غرب، مفيش اتجاهات كتير للمنتجات. لكن هنا لا، متطلبا يكون في اتجاهات كتير للمنتجات. ايه بقى عيوب الويب سايت؟ اول حاجه الراجب السجاده تقيله في الشحن. تاني حاجه الموردين، صعب انك تجيب مورد من علي اكسبرس. وكمان لازم يكون ناس بتفهم في الرجز او بتفهم في السجاده والمقاسات وكده، ولازم يكون في بيرسونال سبورت، لازم تبقى عارفه ايه هي المقاسات والكلام ده كله، لان اللي معظم اللي هتجيب هتقعد تسال كتير قبل ما تجيب سجاده، لان دي مش حاجه سهله وما ينفعش تترمي او ما ينفعش نستغنى عنها. طب ايه بقى حلول الحاجات دي؟ اول حاجه اكلم سبلايرز كتير قوي، انا عايز اعمل براند زي راجبل ده، هل انت ممكن توفي لي وعدي ده؟ ممكن تلاقي ان هم بيجيبوا، ممكن هم يكونوا عندهم حاجات دروب شيبنج وعندهم حاجات ستوك، يعني هم شارين حاجات بضاعه وممكن بيجيبوا حاجات لو بيختبروا منتج جديد ما يشتروهوش. بس النقطه كلها هم بنسبه كبيره يمتلكوا المنتج، مش ما يمتلكوش المنتج، يعني تجاره الكترونيه بشكل عادي. بس النقطه كلها ان هم عشان يجيبوا الموضوع ده كلموا سبلايرز كتيره. يعني الفكره كلها انك تقعد انا عايز اعمل براند زي دي، عندك المنتجات دي تقدر توفرها لي، تقدر تعملها لي، فبالتالي لازم تكلم سبلايرز كتير على علي اكسبرس. ده بالنسبه لاول سولوشن. بالنسبه لتاني حاجه، انا عن نفسي عشان اعمل براند زي ده عايز اذواق. ليه ما احطش في البيزنس بتاعي واروح اشوف استشاره عند اي حد بتاع هوم ديكور؟ ليه اروح مهندس الديكور؟ انا عن نفسي عندي مثلا صحابي امهاتهم مهندسين ديكور، اولياء امورهم عامه، اسال اي حد بيفهم في الهوم ديكور، اروح ايكيا اللي عندنا هنا مثلا، اروح اي معرض سجاجيد مثلا، وابتدي استفسر ايه النوع ده وايه النوع ده، وابتدي اشوف، ابتدي افهم شويه. الموضوع ده مش بياخد يوم او يومين، اعتبره تجهيز اي حاجه. انت لو مستغرب، لو انت مش قادر تنزل لا قدر الله، عندك اي اعاقه، يعني كان عندي ستودنتس عندهم اعاقه، ابتدي اعمل ريسيرش اكتر، ابتدي اتفرج على فيديوهات، افهم المجال اكتر. لازم تتشك الويت قبل ما لو هي تقيله في الديسكريبشن ما تحطهاش عندك، خلي الموضوع كله في الخفافي. يعني لو انت لقيت المتوسط ان هي مثلا 5 كيلو ل 6 كيلو، ما تجيبليش حاجه 20 كيلو. لو لقيت ان المتوسط، او لما تلاقي راجل ده كام كيلو، مثلا السجاده من 5 6 كيلو، يبقى انا هلعب وزن السجاده تبقى من 5 ل 6 كيلو، لان ده اللي بيتباع او الناس شغاله بيه. فبالتالي ما تروحش انت اوت اوف نو وير تضيف منتجات بشكل عشوائي، لا. نيجي بقى الويب سايت. بص، اول حاجه انا عايز اتكلم فيها انه وراك ازاي تجيب الرجز بتاعتك، ازاي تجيب السجاده المناسبه ليك. يعني ما ينفعش يكون عندك، انا عندي ترابيزه ما ينفعش اجيب لها حاجه مربعه، هنا اوضه النوم يبقى ليها 3، دي واحده هنا واحده هنا واحده هنا. فبالتالي الرن لما يكون في مطبخ، فبالتالي بيعلمك السجاده المناسبه لكل مكان. هنا جابك ان هو قسم لك المنتجات بالسايز، انا عايز حاجات بسايز، حاجات بكالر، حاجات بستايل. يبقى هو عنده منتجات معينه بس مقسمها لك من حيث السايز، من حيث الستايل، من حيث الكالر. يعني انا عايز سجاده لونها بني، اجيب لك كل البنيهات. شفت؟ قسمها لك بطريقه حلوه قوي وسيمبل ومفهومه لاي زبون. لو عيل دخل عنده 10 سنين هيفهم. نفس الموضوع كده، انت لو مخلكش الويب سايت بتاعك بيسموها هاندي، يعني سهل في الاستخدام، لو عيل صغير دخل يشتري من عندك، مش لازم بقى ده هنا دي السجاده دي كده مع مش عارف وبتاع وعقبال ما يجيب المنتج يقعد لك شويه حلوين. لا، انت داخل انت عايز الوان، طب هنا الالوان، طب هنا انت عايز بالمقاس، طب هنا المقاس. كلهم نفس المنتجات بس مقسمهم لك زي ما الزبون عايز. طبعا كاستم شوتد كونتنت من الموضوع ان هم فعلا بعتوها لايجنسيز، واكيد اتعمل لها شوتنج، وده مكلف بس طبعا عائد كويس جدا. هم دفعوا فلوس في المنتجات، وكمان طبعا كان عندهم شوبيفاي، هم مستخدمين شوبيفاي بيمنتس، وكمان مستخدمين البروباجندا، محور البروباجندا كله في الواشبل راجز. ممكن كانوا يستخدموها مثلا ووتر بروف راجز، بس في كتير لا انا عايز واشبل راجز، حاجه تقاومها وحطها. زي بروباجندا اتعملت على الليجنجز ان هي بتمنع السيلوليت، كانت عاديه خالص بس اتعمل لها بروباجندا. شوف انت اللي تقدر تعمل لها بروباجندا. هم عرفوا فعلا ان هم يعملوا بروباجندا لسجاده عاديه. الكالرز بتاعت الويب سايت كلها سيمبل، ما كانش فيه الوان كتير. هم كانوا انا عن نفسي مدي ظهر الويب سايت، بس هو كان فيه ازرق غامق او لون البيكوك بيسموها،
واللون الاصفر واللون الاسود. ممكن يكون في الوان تانية، بس انا في 3 الوان هم اللي معلمين هنا. واني كان في ايه زائد الايه اليو جي سي، يعني اليوزر جنريتد كونتنت. يعني ايه يوزر جنريتد كونتنت؟ يعني كونتنت اللي بيتولد من يوزر، مش جرافيك، مش كرتون، لا ده شخصيه، صوره حيه، صوره حيه. وكان في كاتيجوريز كتيره لان يناسب كل الحاجات، ومع كل كاتيجوري يوريك صوره حيه. يعني ايه كده؟ يعني هو لو كان حاط ريجوت او شاج او بلاش من غير صور، انا ولا الهوا شكرا جدا، انا هروح المحل هو هيوريني يعني ايه الكلام ده. وطبعا كان عندهم فري شيبنج بالنسبه ان الويت بتاعها كبير، فبالتالي دي حاجه كويسه. تاني حاجه كان بيوريك يعني ايه، ازاي بتشتغل، ازاي اغسلها، لانه طبعا دي فكره جديده فانا لازم اعلمك ازاي تغسلها. بص هتعمل 1 2 3، هتعمل 1 2 3. لكن لو انت بص انت هتاخد، بص انا قلت لك هتاخدها هتكومها تحطها وتشغلها على كذا، بص 1 2 3. غير لما انا اجي اقول لك بص انت هتاخدها هتطبقها، بعد كده هتتاكد ان هي ما فيهاش حاجه، بعد كده هتحطها في الغساله تشغلها على كده، بعد كده تسيبها، بعد كده بص خطوات كتير جدا. هيروح هيقول لك مع السلامه على طول، يقول لك دي مش بتاعتي، انا اروح اجيب سجاده عاديه واشرب الايه. لكن لما يجي يقول لك هتعمل سبيل واش اند دراي ريتاتش اند انجوي، تعمل 1 2 3. الزبون مش عايز تعقيد خالص خالص، خصوصا الاونلاين. لو قدامك في الاوفلاين او في ستور كبير مثلا، بالتالي عقد براحتك ليه ناسه. على سبيل المثال ممنوع منعا باتا تعمل دروب شيبنج لحاجات طبيه قوي، جهاز قياس السكر، مش عارف ايه. الحاجات دي يا جماعه يعني صعبه. يعني ايه صعبه؟ شغاله ممكن تكون شغاله بس صعبه. هتجيب الجهاز وتجيب حد يحطه لك وتستنى شويه وبعد كده تشيله، وبعد كده ميك شور وانت بتشيله ما تجيبش الابره يمين ولا شمال عشان مش عارف ايه، تدخل. لكن انا عايز حاجه 1 2 3. طالما هي فكره جديده بسطها لي. وكمان كان عندهم هيلب تو تشوز، ازاي تختار حتى لو في واحد مش عارف هو عايز ايه. كان وراله ان بالمكان وبالالوان وبالمقاس وبالستايل، يعني وراله بكل حاجه. شوف انت نفسك في ايه ونفسك تجيب، بساعدك بكل الطرق عشان اجيب لك السجاده المناسبه ليك. في كاستمايزيشن بشكل رهيب، ناس ذويقه انت عايزه ايه، كل حاجه. ممكن يكون منتجاتهم قليله بس موزعينها صح. الماركتنج كانوا بيروحوا للمايكرو انفلونسرز زي ما شفنا، وكانوا بيستخدموا الباتس. سايكولوجيا يا جماعه حاجتين بيعرفوا ياخدوا قلب البني ادم، صوره الطفل وصوره الحيوان الاليف. استحاله لو كانوا حاطين دولفين كان ممكن يجيب، لو كانوا حاطين قطه شكلها كيوت كان ممكن تجيب. وكمان هم مش باتس بس دخلوا الباتس في الموضوع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا هومن ديكور بس كمان بتحل لك مشكله حيوانك الاليف. حتى لو انا ماليش في الحيوانات هتاخد قلبي، تمام؟ واستخدموا الفيسبوك ادز بطريقه مبسطه جدا وحاجه ممتعه. كانوا مستخدمين حاجه ممتعه، حاجه مش تزهق. وركزوا على بروبلم الحيوانات. مش بس ان هم استخدموا الكونتنت بس في الحيوانات، لا كمان اهتموا بيهم. يعني هم كانوا هنا ايه، كانوا بيستخدموا استعطاف الناس اللي عندهم حيوانات ان هم بيحلوا مشاكل الباتس، تبرعات والكلام ده كله. اي نعم الكلام ده مش عارف هو حقيقه ولا لا، بس كانوا برضو بيساعد في التسويق. ماركتنج والاد كوبيز كانوا بيستخدموا الانفلونسرز، شايفين تحت. فبالتالي يا جماعه جيب فكره، اخترع لها بروباجندا وآمن بيها وتبقى عادية جدا، موضوع بسيط في المتناول. واستخدم المايكرو انفلونسرز هم اسهل ناس يضججوا لك الستور، يضججوها لك، يتقوها لك. في شعب مش عادي، في شعب لناس عندهم متابعين مش كتير بس عندهم متابعين، مش شخص عادي على السوشيال ميديا عنده 200 300 فولور عنده اصحابه، لا ده عنده فانز، عنده معجبين بس صغيرين، عنده هو ذات نفسه بيحاول يعمل بروباجندا لنفسه. فانت بتبقى معاه في الويف. هو لو انت تكون عنده على البروفايل فبيعمل لك ويف. فبالتالي لما يكون واحد مايكرو انفلونسر وصحبته بيعملوا بروباجندا لنفسيهم وانت كيوزر عادي تخش على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي، وتلاحظ ان انت الراجبل دي في كل المايكروز بانتشار رهيب، فتعرف ان البراند ده بيبقى عامل، فهو يعرف ان البراند ده عامل ضجه، فخلينا نشوفه. وهيخش ويقتنع بالكونفرجن بالاساليب
فبالتالي يشتري. عمليه البيع يا جماعه انت بتاخد من البني ادم اعز ما يملك وهو الفلوس، فبالتالي لازم انت تقنعه عشان هو يديك اغلى حاجه عنده، هو من اغلى الحاجات اللي يمتلكها وهي الفلوس. فاهمين؟ وده هو النهارده عن تحليلنا براجابل. بسطنا الدنيا على قد ما نقدر، يا رب تكون فهمنا المايكرو انفلونسرز يا جماعه. فيديوهات كتير قبل كده اتعلمنا ازاي نتعامل مع المايكرو انفلونسرز، وكيس ستاديز كتير قوي ازاي تعملنا، وفي فيديو ازاي تتعامل مع المؤثرين ان جنرال برضه. يا ريت تتفرجوا عليها هتستفيدوا كتير، بس اهم حاجه الدماغ اتظبطت. اشوفكم على خير، شكرا.